تخيل معايا إنك تصحى كل يوم في نفس الساعة وتقعد ترسم نفس النهر، نفس الزهور، نفس الأشجار، بس الفرق الوحيد هو النور، الضوء، اللحظة. الراجل ده فضل يرسم نفس المنظر عشرات المرات، مش عشان ملقاش غيره، بس لأنه كان بيشوف العالم بنور مختلف كل يوم. اسمه كان كلود مونيه، مش مجرد رسام، ده كان صائد الضوء. مونيه اتولد سنة 1840 في مدينة لوهافر الساحلية بفرنسا. من صغره ما كانش بيحب المدرسة، وكان دايما يرسم كاريكاتيرات لأساتذته في آخر الكراسة. الغريب، الناس بدأت تشتري رسوماته وهو عنده 15 سنة، وده خلاه يدرك إنه مش محتاج شهادة، هو محتاج فورشة وألوان بس. سافر باريس، وهناك قابل رسامين شباب زيه، مش عاجبهم الفن الكلاسيكي بتاع المتاحف، كانوا عايزين يرسموا الحياة الحقيقية، اللحظة، الطبيعة من غير رتوش. وكان مونيه أول واحد قال: تعالوا نرسم الضوء مش التفاصيل. سنة 1872 مونيه رسم لوحة بسيطة لشروق الشمس فوق البحر، سماها انطباع شروق الشمس. لما تعرضت في معرض فني، ناقد ساخر بص للوحة وقال: ده مش فن، ده مجرد انطباع. بس مونيه ضحك، والاسم عجبهم، ومن وقتها اتسموا الانطباعيين، وكان هو زعيمهم. عارف إن مونيه كان بيرسم لدرجة إنه ينسى ياكل؟ في مرة وهو بيرسم حقل قمح في عز الظهر، فضل ما ركز في تغيرات الشمس والسحاب لحد ما لفت بيه الدنيا من الجوع والعطش. وقع من التعب، ولما صحى قال: المنظر كان لسه ناقص ظل سحابة وأنا مستنيها. ده كان مستوى التركيز عنده، رغم إنه قضى حياته كلها بيدور على النور. لكن في آخر سنينه مونيه بدأ يفقد بصره بسبب المياه البيضاء، وكان شايف الدنيا مغبشة مشوشة شبه الحلم. بس المدهش، فضل يرسم حتى وهو شبه أعمى. لوحاته الأخيرة، خصوصا زنابق الماء، كانت ضبابية ناعمة، كأنها مرسومة بعين بتتحدي العتمة. كأن الرسام اللي عاش حياته بيطارد النور، كان بيحاول يحتفظ بيه جواه قبل ما يضيع. مونيه مات سنة 1926، وأدفن جنب حديقته اللي رسمها أكتر من 1000 مرة. بس اللي ما ماتش هو تأثيره. مونيه ما كانش بيحاول يرسم الواقع، كان بيحاول يرسم الإحساس باللحظة، الدقيقة اللي بيمر بيها النور على الشجر، الانعكاس اللي بيتغير كل ثانية على سطح المية. هو ما كانش مجرد فنان، ده كان شاعر الضوء. لو عجبتك القصة، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.